شادي بدي اغني لك غنيه بس تعرف ما بتستاهل. بعد الطبخه لنشوف شو محضر لنا اصلا. يلا علاء بيحبني يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك بليله سهره عن علاء. انت فنان طبعا منطلق وكلام ولحن وكل هالامور هيدي يعني عم تشتغل عليها وبالتوفيق ان شاء الله. احنا انبسطنا كثير انه عامل علاء كلام لبرنامج ليله سهره عنا جاهزه عندك من ايام رمضان، بس كنا بالبرنامج من قبل يوميه وحبيت تسمعنا اياها. هلا بنسمعها منك بعد شوي. شو عم تعمل هلا؟ شو محضر؟ انا هلا بصدد انتاج البوم توزيع وائل عياد، تجهيز استديو خالد القصاص. حيتضمن 8 اغاني رائعين يعني شيء كلاسيك وشيء دبكه. بعدك بعمر صغير وعم تنتج انتاج قلت لي مين؟ انتاج خالد قصاص؟ انتاجك خاص؟ انتاج شخصي وفي شركه العربيه للانتاج الفني اللي بمصر. احنا بنتمنى انه يكون التوفيق لك يعني بهالعمر. الكليب تبع بنت المدرسه اللي لقيت نجاح عبر الانترنت وانشهرت، وفي غنية سنجل للمذيعات. شو قصة المذيعات وبنت المدرسة يعني هالاغاني الخاصة اللي تعتبر وعلى الانترنت يعني هذا انتشار جديد للفنان؟ اكيد الانترنت وسيلة اعلامية بتوصل يعني مثل اي وسيله، مثل التي في، مثل الراديو، اي وسيله. نحن علاء رح نسمع منك غنيه الليله السهره عنا اللي محضر لنا اياها كنت للبرنامج ولضيوفنا. استاذ قبل ما نسمعها بالنسبه شو عم تعمل؟ حدا بيطبخ زهورات؟ هيدا الكرسي لمين اول شيء؟ حبيبي الملك بيقعد على الكرسي في غنية بتقول قوم وقف وانت بتكلمني. بتعرف هيدي الغنيه؟ قوم واقف وانت بتكلمني. انت عارف هيدي؟ طيب يلا ما بتصير لحدا غيرك، بس لانه في كثير عالم عم يشوفونا ما بدنا نتخانق. زي ليك هلا بسرعه. هي شو؟ انا حددت بتعرف في هيدي مجموعه من الاعشاب. اذا شافونا الضيوف هلا وعرفوا انه هون في زهورات زهورات كيف بده ياكلوا؟ لا شو؟ الزهورات او اي نوع من العشبه يلي بتعطي طعمه فينا نحطها على الجريل او بالمقلي، بعدين اكيد بدنا نكبها بتعطينا طعمه كثير حلوه وقت بدنا نحمص فيها اي نوع من الخبز او نعمل فيها اي نوع من الستيك. يعني هلا بكبها وبجي بحمص هالنوع من الخبز الفرنسي او الباجيت مشان نحطهم حد البوياباس. بس كيف تقطيع البندوره اللي قطعتهم؟ سوري انا روحت اصبعي هيك شهادة انه انا اللي مقطعهم، جرحت اصبعي. لكن اول شغله في البوياباس اللي هي هالسوب دو بواسون او مثلا شوربه ثمار البحر او السمك الفرنسويه. مين ما بيحب الفروي دمار يرفع ايده. بدي تعرف شو بدي احضر غير. طيب خلينا نكون شوي كريتيف باسئلتك. نفس السؤال كل مره مين بحب الفريدو مير؟ لا انتبه، لا انا ما بحب احضر له يا جوزيف كابريزي. نعم. اللي هي بندوره مع الموتزاريلا، بس الموتزاريلا معموله فريش او فينا نقول مش موتزاريلا اكزاكت، انه جبنه بيضاء وزعتر وعاملينها مثل كانه شانكليش. لما سجل انا دعايات فويس اوفر على الفيوتشر بقول مثلا ليله السهره عنا الله يصبرني يا بعد الاخبار على المستقبل. انت هيدي شانكليش فيك ما تقلدني؟ ما انا شهرتي جاي من وراك يا جوزيف. شو مفكر انت؟ اعترف وكلكم سمعتوا، وهلا كمان شهرتنا رح تجي من وراه. اسمع ليله السهره ليله السهره عنا. يلا محمد. سهرتنا ما في منا الكل بيحكي عنا، سهرتنا ما في منا الكل بيحكي عنا، لك تعلى عنا الليل سهر بالليل السهرة عنا، لك تعلى عنا الليل سهر بالليل السهرة عنا، والليل السهرة عنا نحنا فيك نتغنى، الليل السهرة عنا نحنا فيك نتغنى، الليل 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 السهر لحن سهر نحنا وياك عضو القمر، لحن سهر نحنا وياك نهدكنا السهر، لحن سهر نحنا وياك لك عضو القمر، لحن سهر نحنا وياك وبيحلى السهر بالليل السهرة عنا، نحنا فيك بنتغنى.